وبس. عارف الإدمان مش بس المخدرات أو الكحول، في إدمان تاني هادي وخبيث اسمه إدمان الإباحية. حاجة بتبدأ بفضول بتكبر مع الوقت لحد ما تلاقي نفسك واقع في فخ مش عارف تخرج منه. المشكلة إنه مش مجرد عادة سيئة، ده إدمان بيدمر حياتك وعلاقاتك ومستقبلك. طب ليه الإباحية بقت إدمان؟ زمان اللي كان عايز يشوف حاجة من دي كان لازم يبذل مجهود، يدور، يخاطر. لكن دلوقتي ضغطة زرار الإنترنت والأقمار الصناعية فتحت الباب على مصراعيه. مش بس كده، ده في اقتصاد ضخم بيدعم الإباحية بمليارات الدولارات. الإباحية بقت في كل مكان، وده اللي بيخلي علاجها أصعب من المخدرات. طب ليه أصلا بنقع في الفخ ده؟ ممكن يكون بسبب الهروب من المشاكل، بيت مفكك، مشاكل مع الأهل، إحساس بالوحدة. كتير من الشباب بيهربوا للإباحية كأنها ملجأ مؤقت، مكان بيحسوا فيه بالراحة، بس راحة زائفة. ممكن يكون إن العالم مفتوح، المجتمع بقى متسامح مع الإباحية بطريقة عمرها ما حصلت قبل كده. زمان كانت عيب، دلوقتي بقت موضة. المخ بيشتغل ضدك، أصل المتعة اللي بتحصل عليها من المشاهدة بتخدع مخك، بتحفزه يطلب أكتر وأكتر، زي بالظبط إدمان المخدرات. إهداء إلى روح الدكتورة شيري فؤاد. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.